تخيل معايا فاكهة واحدة قدرت تغير اقتصادات دول وتسبب في مؤامرات وحروب بين ملوك وتتحول من مجرد شجرة في جنوب آسيا لملك الفاكهة في العالم. وفي بعض الناس بيقولوا عليها المخدر الحلال وتكون شيء مقدس جدا في كذا دولة. وازاي المانجا وصلت لكل بيت في العالم؟ وليه كان في بعض الناس بيكرهوا المانجا وبيكرهوا انها تكون مشهورة؟ وايه علاقة المانجا بالمخدرات وغسيل الأموال؟ والأغرب الهنود كانوا بيعملوا بيها ايه ده؟ كانوا بيعبدوها هي كمان دي؟ الصراحة يا عزيزي ولا في نفس الوقت. ويا ترى ايه علاقة المانجا بأحمد عرابي؟ وازاي المانجا دخلت مصر وكمان بقت ملك الفاكهة في العالم؟ مين الناس اللي كانوا ضد انتشار وشهرة المانجا؟ القصة دي مش عن فاكهة، القصة دي عن غزو عالمي بس طعمه حلو. لو عايز تعرف كمل الفيديو الآخر. زمان ومن أكتر من 5000 سنة في غابات الهند في شجرة غريبة ريحتها جميلة جدا، لكن محدش وقتها كان يعرف إنها هتسافر آلاف الكيلومترات وتدخل قصور الملوك وتشتعل بسببها صراعات وحروب بين الفلاحين والملوك، وفي الآخر تكون موجودة في أسواق القاهرة والإسماعيلية. الفيديو ده أنا هحكي لك حكاية المانجو بكل تفاصيلها من أول لحظة ظهرت فيها لحد ما بقت ملك الفواكه. في تسعينات القرن الماضي في زمن المجلات الورقية والجرايد مجلة إنجليزية اسمها كايرو تايمز كانت بتحكي لك عن كل حاجة بتحصل في القاهرة، من حفلات لمعارض لأماكن خروجات. لكن أحلى حاجة عملوها إنهم لقبوا القاهرة بذا بيج مانجو. قالك زي ما بيقولوا على نيويورك ذا بيج أبل، وكمان قالوا إن المانجا أحلى وأطعم بكتير جدا، عشان كده مطقم مع المانجا النهاردة. خلينا بقى نرجع بالزمن شوية، لا مش شوية، خلينا نرجع بقى بالزمن كتير قوي. في بلاد الهند من أكتر من 4000 سنة بدأت حكاية المانجو المقدسة. الهندوس كانوا بيشوفوا المانجا مش بس فاكهة، دي هدية مقدسة من الآلهة. كانوا بيزرعوها في حدائق المعابد وبيستعملوا ورقها كزينة في الاحتفالات، بيقدموها كقرابين للآلهة. حتى إن بعض النصوص الهندية القديمة وصفت المانجا بإنها ثمرة الخلود. وبالمناسبة لو مشوفتش فيديو خلود فهيظهر لك هنا، ادخل شوفه وهيعجبك قوي. المانجا هناك كانت رمز للحب لدرجة إنهم كانوا بيقدموها كهدايا في حفلات الزفاف الملكية. ومن كتر حب الهنود للمانجا حصلت بينهم صراعات ومشاكل. في القرن ال17 الإمبراطور المغولي في عز مجده والإمبراطور شاه جهان اللي بنى تاج محل كان عنده عشق جنوني لحاجة واحدة، المانجا. الراجل ده كان مهووس بالمانجا لدرجة إنه كان يدوق المانجا ويعرف هيجيبها من أي بستان. وكل صيف النبلاء وصفة المجتمع كانوا بيتسابقوا إنهم يقدموا له أجود وأحلى أنواع المانجا. واكتر نوع شاه جهان كان بيحبه هو الفونسو اللي بيتزرع في ولاية الدكن. لكن سنة 1647 حصلت المفاجأة. واحد من نبلاء ولاية ملتان جاب نوع جديد من المانجا اسمه مانجو ملتاني، حجمها أكبر وطعمها ألذ وأحلى بكتير. راح شاه جهان قال قدام الكل المانجا دي أحلى من الفونسو وقعد يمدح فيها. الكلمة دي بقى ولعت نار. حاكم ولاية الدكن لما وصل الخبر اتجنن واعتبر ده إهانة مباشرة ليه ولولاية الدكن كلها، وبعت رسالة بمدح مانجة الفونسو ويتريق على مانجو الملتاني. راح حاكم ولاية ملتان رد بسخرية أكتر. الموضوع اتطور لخناقة بدأت بالكلام وممكن هتوصل لحرب. ده يقول احنا منجتنا أحلى منكم وده يقول العكس، وجوابات ورسائل وتصريحات كبيرة جدا زي جوزيه مورينيو كده بالظبط. لكن لولا حكمة شاه جهان وخفة دمه كان الموضوع قلب خالص. شاه جهان قرر انه يحول الموضوع لمهرجان وامر بمسابقه ملكيه تحدد مين ملك المانجا في الهند. وقال لك في الاخر انا الكسبان، عايز اعرف المانجا براحتي. حضر نبلاء من كل انحاء الهند معاهم اجود انواع المانجا، والمكان بقى مليان بريحه المانجا. والشعراء بدأوا يقولوا اشعار مضحكه بيشبهوا المانجا فيها كانها فتوحات ملوك. خلاص عدينا بقى الكوارتر فاينل والسيمي فاينل والسيمي فاينل، النهائي بين المانجا الملتاني والفونسو. شاه جهان وقف يدوق الاتنين كل واقف مستني. في لحظه ضحك وقال الاتنين زي بعض، طعمهم زي بعض بالظبط. وانتهت المسابقة بالتعادل. ومن يومها معركة المانجا بقت ذكرى مضحكة في التاريخ وبقت بتتعمل كل سنة من بعدها. أما الهند ففضلت تعتبر المانجا هي ملك الفواكه. لكن المانجا ما فضلتش محصورة بس في الهند، وكان في طرق تجارة كتيرة جدا بتربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا. وبدأت بذور المانجا تسافر كل بلدان العالم. وفي يوم رئيس الوزراء الباكستاني كان مسافر الصين فراح له معاه قفص فيه 40 مانجاية. ايه ده؟ حد يروح للرئيس قفص مانجا؟ كان الراجل بيفهم في الأصول قالك بدل ما اروح وايدي فاضية اخد له معايا مانجا، وهو عمره ما شافها.
عشان يا جماعة فعلا الصينيين ساعتها في الوقت ده كان عمرهم ما دقوا المانجا. المهم الرئيس ماو راح اداهم العمال عنده وقال لهم انها رمز الحب والتقدير، والاغرب ان من كتر تقدير العمال لماو اعتبروا ان المانجا هديه مقدسه، وقالوا ده هديه جايه من الرئيس، واول مره اجيب لها هديه نعمل بيها ايه دي، هناكلها ولا هنحنطها دي. في الاخر قرروا ما ياكلوهاش من شده تقديرهم لماو، وسابوها لحد ما عفنت، وبقوا يحنطوا مانجا بالشمع ويحطوها كديكور في بيوتهم. والمانجا اللي تبوظ خالص وما كانش ينفع تتحنط كانوا بيعملوا بالعفن بتاعها شوربه. والمانجا بقى اتشهرت جدا في الصين وبقت موجوده على علب السجاير والادوات اليوميه. الناس اتجننت بالمانجا والدنيا اتقلبت من عشقهم للمانجا، بس لدرجه انهم بقوا يعملوا لها مظاهرات في الشارع. وسط المظاهرات دي كلها المكونه من نص مليون بني ادم طلع واحد قال لك يا جماعه انتوا ايه الزيطه دي كلها؟ دي مانجا طعمها وحش وشبه البطاطس اصلا، ايه الزيطه دي؟ يعني ما استاهلش، انا ما بحبهاش اصلا. راح عزيز بكل سهوله قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ محدش يجي على المانجا. هما بيحبوا المانجا للدرجه دي؟ في القرن ال15 التجار العرب هم اول ناس دخلوا مانجا للعرب على مراكب خشب صغيره، نقلوا بذور المانجا معاهم لعمان واليمن وسواحل شرق افريقيا. وفي القرن ال16 جه دور البرتغاليين وصلوا للهند ووقعوا في حب المانجا، لكنهم ما اكتفوش بالاكل بس، دول اخذوا معاهم البذور على سفن وشحنوها للبرازيل وكمان اجزاء من افريقيا الغربيه. ومن هناك المانجا بدات تقرب بين اوروبا والامريكتين. المانجا ملكه الفواكه، وكل دولة ليها نوع مانجا مميزة بيه بيخلي الناس تسافر لها من كل العالم عشان تجربها. في مصر موطن المانجا العويسي، حجمها صغير جدا لكن طعمها مسكر وريحتها جميلة جدا. وفي الفلبين مانجو كارباو بيقولوا عليها أحلى مانجا في العالم، بس أنا مدوقتهاش صراحة. وفي باكستان مانجو سندري لونها ذهبي، طعمها مزيج بين العسل والشمام، ميكس غريب. طيب تفتكروا هل المانجا مجرد فاكهة وخلاص؟ لا، العلماء اكتشفوا إن المانجا ليها دور مهم جدا في علاج مرض السكر. جواها مادة سلاح ضد مرض السكر اسمها مانجفرين، بتخلي الجسم يستخدم الانسولين احسن ويخلي السكر في الدم تحت السيطره. مش بس كده، دراسه من كام شهر سنه 2025 في مجله نيوترينز لقت ان الناس اللي بياكلوا المانجا يوميا حساسيه الانسولين عندهم افضل، اتحسنت بزياده. يعني بدل ما تخاف من حلاوه المانجا استمتع بيها، كل مانجا في اليوم مثلا، عشان المانجا تتحول من مجرد فاكهه لعلاج لمرض السكر، تبقى هي الحارس الشخصي للانسان على المستوى الطبيعي. لكن رغم انتشار المانجا بالطريقة دي، بس مش كل الناس كانت مبسوطة بانتشار المانجا. في العصور القديمة المانجا كانت بتتزرع عادي وكل الناس مبسوطة بيها، لكن في الهند وقت ما الاحتلال البريطاني جه مع اعتمادهم لنظام الزمردية بدأ الملاك يجبروا الفلاحين على دفع ضرائب نقدية كبيرة جدا عشان يبقوا بيخسروا من بيع المانجا. بدأوا يسيطروا على كل بساتين المانجا وياخدوها لنفسهم، وده لسببين. السبب الأول إنهم ياخدوها يتاجروا فيها ويكسبوا هما من فلوسها، أو انهم يستمتعوا بيها ومحدش يستمتع بيها غيرهم. والصراعات ما وقفتش على ملوك المزارعين، دي بقت بين الولايات. من كام شهر في يوم جميل في ولاية كرناتاكا في الهند المانجا مستوية وجاهزة للقطف والمزارعين فرحانين الموسم ده، بس محدش يعرف ان الموسم ده هيبقى كابوس على المنطقة كلها. دي توتابوري احلى مانجا في المنطقة، المزارعين زرعوا كميات ضخمة منها، لكن المشكلة ان الاسعار نازلة جدا جدا، وده بسبب كمية كبيرة. في اندر برادش كان في قلق كبير جدا، دخول المانجا رخيص من كرناتاكا ممكن يضرب السوق كله والناس مش هتشتري اللي هي، فده هيخسر الولاية نفسها. في لحظة قالوا قرار غريب جدا، منعوا دخول مانجا توتابوري خالص. القرار صدم المزارعين في كرناتاكا، المحصول الكبير جدا اللي هم تعبوا فيه مش لاقي بيع، كده مش هيتباع. الغضب انتشر في الولايتين والحكومة بدأت تدعم المزارعين عشان يعرفوا يبيعوا المانجا، لكن مفيش حل. والموضوع ده كمان بيضر المصانع اللي بتستعمل المانجا. الخلاف ده وصل للمستوى السياسي، ولاية كرناتاكا شايفة ان حقها انها تبيع مانجا، واخيرا بدأوا يفكروا في التعاون بدل من الصراع. بدأوا يطلعوا المانجا واحدة واحدة عشان ما تطلعش كلها مرة واحدة والسوق يتضرب. والأزمة دي علمتنا ان التعاون مش رفاهية، ده ضرورة قصوى لحل المشاكل. طيب ده كله احنا بنتكلم بقى في الهند وفي الصين، بس خلونا نعرف ازاي المانجا دخلت مصر، بقت من اشهر واهم الفواكه في البلد. مصر كانت على ميعاد مع المانجا في العصور الوسطى، لكن زراعتها ما انتشرتش جدا إلا في القرن ال19. وهنا ندخل في أهم فصل أحمد عرابي. بعد هزيمته في معركة التل الكبير سنة 1882 الإنجليز دفعوا أحمد عرابي لجزيرة سيلان اللي هي سريلانكا حاليا، لقلة المحيط الهندي اللي فيها الجمال والأراضي الخضراء والشواطئ الجميلة. الله، طب أنا عايز أتلف أنا كمان. اتنفى أحمد عرابي وسط الغابات الاستوائية، وأهم حاجة إنه شاف المانجا هناك لأول مرة.
لونها الذهبي وطعمها الجميل. بعد أكتر من 21 سنة من النفي، وتحديدا سنة 1901، الإنجليز سمحوا لعرابي إنه يرجع مصر. بس بعد الغيبة الطويلة دي يرجع وإيده فاضية هو كمان؟ مينفعش يعني. راح أحمد عرابي جاب معاه أحلى حاجة شافها هناك، المانجا. والله جاب معاه شوية بذور مانجا، زرعها في الإسماعيلية والقاهرة، وبدأت تنزل السوق، وإيه مقولكش عجبت المصريين قوي. وبقت كل عيلة تستورد نوع مانجا جديد وتسميها على اسمها، زي عيلة تيمور استوردوا نوع جديد محدش يعرفه وسموه على اسمهم. ومن هنا بقى الإسماعيلية تتحول لعاصمة المانجا في مصر. الفلاحين شافوا النجاح الساحق للمانجا في الإسماعيلية، وبدأوا ينقلوا الشتلات للصعيد والدلتا. بدأت بقى أنواع المانجا تنتشر في مصر، من الزبدة للعويسي، أنواع كتير جدا. المانجو دلوقتي بقت بتتزرع في أكتر من 90 دولة في العالم، من الهند لمصر للبرازيل. لكن المانجا مش بس فاكهة، المانجا تجارة بملايين الدولارات، ممكن تكون برضه غسيل بملايين الدولارات. تخيل معايا إن المانجا في آخر 10 سنين بقت بتستعمل لتجارة المخدرات وغسيل الأموال في العالم. عصابات الكارتلات الإجرامية في المكسيك اكتشفوا إن المانجا حاجة ممتازة يقدروا يأسسوا بيها شركات لجرائمهم، هدفها إنها تغسل ملايين الدولارات، شكلها قانوني قدام الحكومة، لكن هي في الحقيقة بيبيعوا مخدرات. وصناديق المانجا ما كانش فيها مانجا، كانت مليانة مخدرات، بيخبوها تحت المانجا بقى، بيشيلوا البذر ويحطوا مكان المخدرات أي طريقة. هما ازاي بيعملوا كده؟ أولا المانجا بتبوظ بسرعة، والجمارك دايما بتكون مستعجلة إنها تعديها بسرعة، فمفيش وقت إنهم يفتشوا علبة علبة أو يفتشوها يعني تفتيش عميق يعني. وكمان الرشوة جزء أساسي من اللعبة، مع شوية دولارات في الصندوق بيضمنوا إن المانجا تعدي على طول، واللي يعترض بيتعرض للابتزاز أو حتى الخطف والقتل كمان. يعني المزارعين الشرعيين بيخسروا كتير جدا بسبب عصابة كارتلات. وكمان العاملين في العصابات دي بيكونوا ناس من غير أوراق رسمية، يعني زي مهاجرين من أمريكا الوسطى أو حتى الناس الفقراء اللي بيقبلوا بأي شغل، بيبقوا مضطرين يشتغلوا من غير أي حماية، بيكونوا متعرضين للخطر على طول. والموضوع ده مش بس تجارة مانجا، ده نظام إجرامي متكامل، من أول الاستغلال والرشاوي وغسيل الأموال لحد المخدرات والقتل والعنف. تفتيش الشحنات ضعيف جدا، والرشوة ممكن تعدي الحاجات بسهولة جدا، وده معناه إن الكارتلات تقدر تعدي أي حاجة وسط المانجا. المرة الجاية تمسك فيها مانجا وتشم ريحتها، افتكر إنها مش بس فاكهة، دي رحلة آلاف السنين، من معابد الهند لسفن البرتغال لمزارع الإسماعيلية، وحتى بيستعملوها في تهريب المخدرات. بس كده، أتمنى تكون استمتعت بالفيديو وعجبك، متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، والسلام.